أهلا وسهلا بأصحابي الحلوين مع حلقة جديدة في شرح مادة اللغة العربية لسنة أولى ابتدائي. احنا خدنا الحلقة اللي فاتت القصة المشتركة أحلام عالية. في الحلقة دي هناخد النشاط رقم 1. استمع إلى القصة من معلمك، وضع علامة صح داخل المربع كلما سمعت الكلمة في القصة. يعني أنا عندي كلمتين، كلمة في وكلمة إلى، وأنا سمعت القصة فأنا هسمعها مرة كمان، وكل ما تشوف كلمة في تحط علامة صح تحت المربع بتاعها، وكل ما تشوف وتسمع كلمة إلى تحط برضو علامة صح تحت المربع بتاعها. وأنا هسيب النشاط ده ليكم، واللي هيحله صح هنزل اسمه وصورته في الفيديو اللي جاي، بس طبعا ما تنساش تبعتلي اسمك وصورتك أسفل الفيديو. هتشوف في موجودة كام مرة وإلى موجودة كام مرة. نيجي مع بعض النشاط رقم 2. ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمعنى الجملة. أنا عندي جملة وقدامها صورة تساعدني شوية، وبيقول هختار ما بين القوسين دول واشوف الكلمة المناسبة ايه اللي تمشي مع باقي الجملة. قرأت ذلك، وهختار في ولا إلى كتاب. يا ترى كلمة كتاب، يا ترى هقرأ في كتاب ولا إلى كتاب؟ طبعا برافو، أنا سامعة الناس شاطرة. حرف الجر الصح هو في كتاب، يبقى قرأت ذلك في كتاب. الجملة التانية تحلم عالية أن تذهب نقط الفضاء. يا ترى تذهب في الفضاء ولا إلى الفضاء؟ برافو، سامعاكم. تحلم عالية أن تذهب إلى الفضاء. الجملة الثالثة هناك 8 كواكب نقط المجموعة الشمسية. يا ترى هختار ايه؟ 8 كواكب في المجموعة الشمسية ولا إلى المجموعة الشمسية؟ أنا سامعة ناس شاطرة، برافو. هناك 8 كواكب في المجموعة الشمسية. آخر جملة عندي وتمنيت أن يمر الوقت سريعا وتذهب. هختار في ولا إلى المدرسة؟ صح، أنا سامعة ناس بتقول معايا وتمنيت أن يمر الوقت سريعا وتذهب إلى المدرسة. نشاط رقم 3. صل كل كلمة بالصورة المناسبة. يعني ايه؟ هنعمل ايه؟ عندي كذا كلمة وعندي كذا صورة، هقرأ كل كلمة ووصلها بالصورة المناسبة بتاعتها. يلا نقرأ مع بعض. شايفين معايا دي الكلمة الأولى اسمها قمر. قمر، قاف ميم راء، قمر. قمر يعني القمر، يعني هوصله بصورة القمر زي ما احنا شايفين، برافو. الكلمة التانية أرض. أرض، ألف فتحة راء سكون ضاد، أرض. أرض، هوصلها بصورة الأرض. الكلمة التالتة كوكب. كوكب، هوصله بكوكب موجود قدامي دوت. طيب آخر كلمة معايا شمس. شمس، شمس هوصلها بصورة الشمس. نشاط رقم 4 بيقول ايه؟ عبر بالرسم عما ستراه في الفضاء. يعني جايب لي مكان هرسم فيه اي رسمة تعجبني اللي انا هشوفه في الفضاء. تخيل معايا زي عالية انك انت رحت الفضاء، يا ترى هتشوف في الفضاء ايه؟ انا سامعة ناس بتقول انا ممكن اشوف كوكب الارض، وممكن اشوف الشمس، وممكن اشوف النجوم، وممكن اشوف القمر. يبقى احنا في النشاط ده هنرسم فيه الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها في الفضاء. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول. شكرا ليكم، والى اللقاء في حلقة جديدة مع درس جديد.